السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري المقلي والفيليه. ان شاء الله الطريقة تعجبكم زي بتاع المطاعم والمحلات. هنا الجمبري بعد ما نضفناه كويس وشيلنا كيس الرمل، هنبتدي كده ونتبله معاكم. عندنا هنا نعصر ليمونة، عندنا هنا البهارات فلفل كزبرة وكمون وثوم مفروم وثوم بودر. هنقلبه كده كويس. التتبيلة دي ان شاء الله تعجبكم. هنا هنتبل السمك الفيليه. عندنا برضو ليمونة هنا نعصرها كده. عندنا هنا توم مفروم. هنا نحط التوابل، الكزبرة والكمون، وهنا الكركم، ربع معلقة صغيرة من الكركم، ربع معلقة توم باودر، وربع معلقة فلفل اسود. هنقلب كله مع بعض. هنا هنقلبه كويس كده. كده بيكونوا جاهزين معانا. هنا نحضر التتبيلة دي. عندنا هنا دقيق وعندنا بيضة وعندنا ربع كوباية من المية. بنحط هنا حبة من الثوم المفروم وحبة من الكزبرة، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كركم، ربع معلقة توم باودر. هنقلب كل الخليط مع بعض. هنزود حبة مية كده. هنا ننزل بالسمك الفيليه، هنقلبه كده مع الخليط اللي احنا عملناه. نقلبه كويس كده. هنا عندنا نفس الخليط هنعمله للجمبري. كده عندنا كوباية من الدقيق، ربع كوباية من المية، وبيضة، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة، وربع معلقة فلفل اسود، وربع معلقة كركم. كل الخليط هنقلبه مع بعض كده. الطريقة دي هتعجبكم اوي، جربوها حلوة اوي. وكده نقلبها كويس. هنا ننزل بالجمبري كده. نقلبه فيه كويس كده. هنا هنحضر الكفر الخارجي. عندنا كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من النشا، وعندنا هنا ربع معلقة كزبرة وثوم باودر وكركم وفلفل اسود. كل ده هنقلبه مع بعض. هننزل بالفيليه كده. بصوا
بصوا كده الطريقة ديت بتخلي حتة الفيليه كريسبي ومقرمشة وزي بتاعة المطاعم. بصوا كده عندنا نفس التوابل اللي حطيناها في دقيق الفيليه اللي هنحطها للجمبري. بصوا كده هننزله كله هنا كده. هنا بقى هنقلب الكيس كويس كده عشان كله يبقى ايه يتغلف كويس. بصوا المنظر هنا بقى نزلناه في زيت. الزيت لازم يكون سخن. هننزل بيه كده. بصوا المنظر حلو قوي. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم. هنا ننزل بالفيليه ده. كده هنا بعد ما يخرج معانا، وهنا بقى ده الشكل النهائي بتاعنا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.